مساعد مدرب الوفاق خير الدين، تلقيتم الهدف في الدقائق الأولى، ماذا يعني هذا بالنسبة لمقابلة كهذه؟ السيناريو كنا ننتظروا انه راح يكون ضغط كبير من طرف لاعبي اتحاد العاصمه، الشيء اللي صرا لكن يعني أثر عليكم هذا الهدف؟ أثر علينا خاصة في الخمس دقائق الأولى وين تتلقى ضربة جزاء، ولكن خذينا بزمام الأمور بعد هذا الهدف وقدرنا على الأقل نقوم ببعض المحاولات الهجومية. كنا أخطر على يعني في الكرات الثابتة، نظن كاين يعني نقدروا الشوط الثاني نحسنوا المردود ويعني نلعبوا بسرعة، نقدروا نعملوا شيء في الشوط الثاني. يعني اتحاد العاصمة رغم الضغط يعني كانت عنده إلى ضربة جزاء، قام ببعض المحاولات يعني، ولكن اللعب متكافئ. بالنسبة لغياب اللاعبين يعني بالنسبة للوفاق هل يعني أثر عليكم كذلك؟ شفنا خاصة بوسط الميدان مؤثر يعني أثر كبير، خاصة عندك بالقايد وبن عبد الرحمن في خط الدفاع، دلهم في وسط الميدان، وعودية في الهجوم، 4 لاعبين يعني ركائز في التشكيلة. ولكن اليوم ما قصروش في الشوط الاول اللاعبين اللي خلفوهم، ويقدروا يؤديوا يعني الدور تاعهم كما ينبغي الشوط الثاني. لو نحاولوا نلعبوا الا بسرعه ويعني ونحاولوا انه الفرص اللي تحنا القليله، على بالي راح تحنا يعني راح تكون عندنا الا فرص قليله في الشوط الثاني، ان شاء الله نستغلوها لما لا تكون فعاليه 100% ان شاء الله. بالنسبه للاتحاد يعني اللقاء يعني الشوط الاول ككل يعني بالنسبه للفريق حقيقه الشوط الاول المتوسط الاتحاد سكر كل المنافذ، ضغط في العشر او 15 دقيقه الاولى، ما كانش عنده محاولات كبيره، ولكن احنا يعني تحكمنا اكثر في الكره، خاصه شويه سرعه خاصه في التنشيط الهجومي. اتحاد العاصمه حذاري من بن موسى ومخالفته. شفنا قلق كبير خاصه على الطاقم الفني يعني على حلقه التماس، على التحكيم كالعاده يعني النقطه دائما هذه نحتاج عليها، لانه كانت لقطه زيتي مع حارس زماموش ولا الحكم تماس ولا الحكم الرئيسي يعني ما قاموا ولا شيء، ولكن الحمد لله معليش احنا موالفين هذا الشيء. ان شاء الله في الشوط الثاني نقوموا باداء رائع ان شاء الله. إن شاء الله نشاهدوا شوط ثاني كبير بين فريقين. سنحاول عند بداية الشوط الثاني بإذن الله مع أحد مدربي اتحاد العاصمة. حاولت مع الزيري بلال لكنه تهرب. معليش